من غير كلام كتير. الأول السلام عليكم. للي دايما عمالة بتقول لي أو بترمي بالكلام إن أنا بزعق لابني، أنت مالك؟ ركزي في نفسك، ملكيش دعوة بيا. على الأقل أنا بزعق لابني عشان أربيه لسه صغنن. أنا غيري بيحبس ابنه في الأوضة وينزل عليه ضرب. تمام؟ فيا رمز الهدى والكمال والعفاف خليكي في نفسك، ملكيش دعوة بيا. ماشي؟ وبرضه اللي بتقول آه هغلط فيكي غلطان السنين، والله نسيت انا حتى الكلمه ايه، كنت فاكراها ونسيتها. احسن من عالم اصلا تتنسي، وخساره فيكوا حتى كلمه سلام عليكم. ماشي؟ فدي للي رحلها. وبعد كده انا هعمل يا جماعه العشاء بتاعنا. هعمل بتنجان مخلل بقلي البتنجان. ماشي؟ وعندي هنا هعمل لحمه شكشوكه لي انا وابني، وهعمل هنا دي حته لحمه ضاني بسلقها لامي. تمام؟ وده فلفل، بصوا الفلفل جميل ازاي، رياء عشان البتنجان. احط البتنجان من فوق واتوم البتنجان. انا بالنسبه لي يا جماعه البتنجان عندي مش بحب احط فيه افتكاسات كتيره ومش عارفه واعمل ايه. انا بالنسبه لي البتنجان المخلل توم وكمون وليمون وملح وبس كده، وادوقه في الهون. انا لحد النهارده محتفظه بحاجات كتيره، زي مثلا ان انا ما بفرمش الملوخيه خالص في الكبه، لا نهائي. انا بفرم الملوخيه في المخرطه تك تك تك. والثوم لازم ادقه واقشره، ما اعرفش نظام في الكبه واشيله وافرزه، لا مش بعمل الحاجات دي يعني. لكم تاني والله العظيم بجد يا احلى بجد بجد اخوات في الدنيا. والله بجد يا انتوا فعلا فعلا احلى اخوات في الدنيا، والله العظيم وحياة لا اله الا الله. كفايه دعمكم ليا، كفايه كلامكم الكويس ليا، كفايه تشجيعكم بالرغم ان انا لسه ما عنديش مشاهدات جامده ولا برضو اشتراكات جامده يعني، بس كفايه تشجيعكم ليا بجد والله. اشكروا كتر الف خيركم. هتوم البتنجان معاكم طبعا، ونصلي على النبي ونذكر الله ونوحد الله يا جماعه، وندعي ربنا كلنا انه يصلح حالنا وحال عيالنا اللي في الثانوي العام يا رب، راضيهم كلهم، علشان خاطر الاب والام اكتر اتنين بيبقوا شايلين الهم بجد، الاب والام والله. يعني بجد بجد يا رب بتوع الثانوي العام دول. النهارده الامتحان باين عليه كان صعب جدا، لان انا شايفه على الفيس امتحان العربي كان طويل جدا، وكانوا عمالين ايه يشتكوا. وعجبني جدا ان العيال ما شاء الله فيه، فربنا ينهم ان يصلح حال العيال يا رب ان شاء الله ان شاء الله، ويصلح حالنا جميعا يا رب وحالكم، ويمتعكم بصحتكم وعافيتكم واجوازكم يا رب، ما يحرم حد ابدا من حبيبه يا رب. وربنا يهدي على العاصي ان شاء الله يا رب. وزي ما بقول لكم انا البتنجان بتاعي ابسط الابسطين خالص خالص خالص. والله يا جماعه انا طول عمري ماشيه باخلاصي وبطيبتي وبادبي وباحترامي وبالتربيه اللي امي ربتها لي، بس في الفتره الاخيره اكتشفت انها غلط، وفي ناس عايزه تتعامل لا مؤاخذه بالشبشب. والله اصل بصي كده كده انطباعات اتخذت عنك خلاص، وانت مش فيكي. طب خلاص بقى، ما الانطباع ده هو اللي انت عايزه انا هوريهولك او هوريهولك. واللي بيقعد يعيب على خلق الله ويضحك وهو فاكر نفسه ان الكمال ليه، يا عم ده في ناس والله العظيم وشوشها تقطع الخميره من البيت والله. يلا هقول لك ايه، انتوا عارفين انا بمناسبه يعني ايه اللي بحكي معاكم، يا رب حد يشوف الفيديو. اعرف واحده، مش هقول صاحبتي لانها مش صاحبتي والله، اعرفها يعني. انا شخصيا مش بقتنع ابدا بحكايه الاعمال والاسحار، مش بقتنع بيها، لا هي موجوده بس انا عارفه انها اراده ربنا. هو ربنا بيريد ان هو انك تتعبي في حياتك عن طريق حاجه، فايه السبب؟ عن طريق مرض، عن طريق حد يعمل لك عمل، وتبقى ارادات ربنا في الاول وفي الاخر. بس مش لدرجه ان في واحده اتعمل لها عمل بان كل اللي يشوفها
يشوف وشها زي وش السنجاب او الفار او العرسه بس. فيعني ما اعرفش اذا كان الكلام ده موجود ولا، بس كله باراده ربنا والله يا جماعه. واوريكم بقى ايه الاكل بتاعنا. بصوا، فيديو طويل وكالعاده فيديوهات انتصار وهاني. هاني تعالى سلم يا لولو، تعالى سلم. اوبا، هيزعلوا منك دلوقتي يا لولو، تعالى سلم. باذنجان مخلل الجميل، تعالى سلم على متابعينا. ازيك احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ ازيك احلى متابعين؟ متابعيني عاملين ايه؟ كويسين؟ يلا يا احمد الشكشوكه اللي عملت لك شكشوكه جميله. اشوف الصينيه، هي مش فيهاش حاجه. لما تخلصي انا الفيديو ولا لا؟ لا انا انزله من غير مونتاج ولا مونتاج، هو كده كده مفيش مشاهدات. دي اللحمه الضاني بتاعت امي، ماشي. بصوا هي بتحب حته الرقبه. بصوا وبتحب، بصوا البصل الصغنن ده، شايفينه اللي هو بيقول عليه البصل القوارمه. انا جبت يعني الطار بتاع البصل، فطلع اغلبه اللي هو البصل ده القوارمه، طلع كله. بصوا عندي اغلبه البصل الصغنن ده. انا بالنسبه لي ده حلو يعني، مش زعلانه، بالعكس ده بيقعد، واحنا كده كده اكلنا قليل يعني، ممكن بصلتين من دول اطبخ بيهم. ودي الشكشوكه بتاعتي انا وهاني، عشان دي لحمه بلدي ودي لحمه ضاني، لان هو مش بياكلها زي حالاتي اللحمه الضاني. والعيش والرز بيسخن، هقطع طماطم كده شرايح، ولو ان الرز مش عايزه احطه بامانه يعني، انا امي دي هتاكلها، هتحط العيش لبلبه العيش في الشوربه وتاكله كده، لان هي مش بتحب اكل كتير. وهاني هياكل معايا من دي وبس. بحبكم جدا جدا يشهد الله، وان انا عمري في حياتي والله ما افكر لا اذي، ولا هفكر في اليوم من ايام اذي حد. واللي بيقول يقول، واللي بيعيد بيعيد، وكل واحد يفحر فحره انت اللي هتقع فيها. اديكوا شايفين، اديكوا النهارده انا شفت فيديو روعه، انا مش عارفه الفيديو ده ذكاء اصطناعي ولا لا. شفت اللي هم الاخوه الاعداء ماشي، وهم واخدين شنطهم ومهاجرين، نفس المشهد بتاع اخواننا الفلسطينيين، مش عايزين نقول اسماء عشان اليوتيوب ما يحذرش، وهم كانوا يعني مهاجرين، فسبحان الله جايبين الشاشه مقسومه نصين، يعني لا اله الا الله. ففعلا الواحد يصبر لحكمه ربنا كده ومسير، والله العظيم كل واحد ياخد حقه. ما تنسوش انا انتصار يوميات ام بديله، ويا ريت حد يكون اول مره بيشوفني يشترك ولو حد يعرف والله يا جماعه يشير لي، يا رب حد يكون وصل معايا لحد هنا. يشير لي اي فيديو من دكاتره التجميل اللي هم الحلوين دول، او من القنوات الكبيره اللي هي بتدعم القنوات الصغيره. اكون لكم شاكره جدا جدا. انا انتصار، وهفضل طول عمري انتصار، وليا نصيب من اسمي، راضيه بكل حاجه، وراضيه وراضيه، وحمد ربنا على نعمه هاني. وعند هاني محدش ليه دعوه انا ازعق له اشخط له، ده مش روحي، ده جلدي. ماشي، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. لا اله الا الله.